الحقيقة احنا كان عندنا كمان يوم الخميس من الأمور اللي عايز ألقي عليها الضوء المغالطات الإعلامية لبعض الجرايد. جريدة الفجر بتحاول تسخن الناس كده والقراء ضد السلفيين، فيعني الدنيا كانت مش ناقصة يعني هذا التضليل الإعلامي. عملت منشط وكاتبين فيه انهيار الدولة في مصر بالخط الأحمر، وكاتبين بلطجية السلفية ولن نكون رجالا إلا إذا أحرقنا كل الكنائس. وجايبين صورة لأخ زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة كده، طبعا ملتحي ومعمم ويحمل سيفا في يده. الأخ ده يا ريت الصورة مرة أخرى عشان الناس تتأكد من اللي أنا هقوله. الأخ ده ليس مصريا، وهو اسمه الأخ جواد، وهو أردني، وكان يعني يعيش طبعا في الأردن، وكان زي ما الصورة باينة كده هو عبارة عن رجل من رجال ما يسمى بجيش محمد داخل الأردن، وقد حكم عليه بالإعدام سنة 1991، ثم عفى عنه الملك حسين رحمه الله قبل وفاته. والموضوع ملوش أي علاقة بالسلفيين المصريين نهائي. ليس هذا مسلك السلفيين في مصر حمل الأسلحة ولا يعني هذا الإشهار للحرب ولا للقتال بهذا المشهد المرعب. أنا لا أدري لماذا الجريدة أرادت أن تجعل السلفيين كأنهم يحاربون إخوانهم من أهل مصر. طبعا دي مغالطة كبيرة جدا لم يكن ينبغي لجريدة مثل جريدة الفجر أن تقع فيها، وهي طبعا زي ما بقول لحضراتكم لا أساس لها من الصحة، فالرجل ليس بمصري أصلا، والصورة لا تمت للدعوة السلفية بحال من الأحوال.